ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. النهارده بقى جايين لكم في فيديو جديد كده. هنعمل سمك بقى بولت مقلي او شبار. احنا بنقول على شبار يعني في دمياط. مغسول كده بقى ومشقينه كده من الجنبين وزي الفل. وبعدين بقى ايه هنعمله بنفس تتبيله السمك البربوني اللي كنت عاملينه معاكم قبل كده. احنا بنعين بقى التتبيله دي في علبه كده في الفريزر، بنعمل كميه ونعينها نفس تتبيله البربوني. هنقوم بقى متبلينه كده. اللي عايز بقى يعرف التتبيله دي يرجع بقى لوصفه السمك البربوني ويعمل زيها بالظبط. او ممكن تضربه مع التوم قرن شطه اخضر. قرن شطه اخضر دوت تضربوه كده مع التوم في الكبه بيبقى حلو برضو. بنتومه بقى كده وبنسيبه بقى نص ساعه ساعه قبل التحمير يعني. اقول لكم على التتبيله دي سريعا. توم وملح وشطه حمراء وكزبره ناشفه وكمون وليمون كده، ليمونه حلوه ورشه فلفل صغيره خالص، ما نكترش عشان ما تدي طعم، بس لو ما نكترش منها عشان بتسود لحم السمكه. عايزين بقى تشيلوا الشطه الحمراء والفلفل الاسمر وحطوا قرن شطه اخضر حلو او معلقه هريسه شطه، انما خلي لا كتروا في الليمون يعني. بندعكه بقى دعكه حلوه كده من جوه ومن بره. وبنعمل الشق اللي احنا يعني من الجوانب دي، بنقوم مدخلين فيه كده التتبيله ونسيبه بقى نص ساعه كده او ساعه يشرب من التتبيله. لو انت بقى بتشتغلي كده اعمليه بقى من الصبح كده وسيبيه بقى غطيه وسيبيه في التلاجة وحمريه بقى ساعه الغدا. واما نيجي بقى نحمره هنشوف هنعمل ايه فيه، هوريهولكوا يعني. دلوقتي حبايبي بقى بعد ما سيبناه في التتبيله كده شويه بنبدره بقى بالدقيق. بس لو الشباره كبيره قلوه من غير دقيق وعلى ضمانتي. بنبدره بقى كده في الدقيق، بس سخنوا بقى الزيت في الطاسه كويس، يعني لازم الزيت يتقدح شويه عشان ما يلزقش فيه. السمكه كبيره انزلوا بقى كده يعني، شيلوا من التتويمه اللي فوق الوش وانزلوا بقى على الزيت المقدوح كده من غير دقيق، هيبقى خطير برضو. بنبدره بس تبديره خفيفه يعني. وهننزل على بقى ايه في الزيت. هننزل بقى في الطاسه كده، طبعا سمك يعني نار عاليه، ونسيبه بقى لحد ما يتحمر كده وتشوفوه من الجوانب متحمر، نقوم قلبينه ومطلعينه بقى ايه على مناديل ورق كده يشرب الزيت شويه. هنشوفه بقى لما يتحمر. دلوقتي يا حبايبي بقى بنعمل الكميه كلها كده بالدقيق ونسيبها شويه عشان ايه يشرب الدقيق، السمكه تشرب الدقيق وما يحرقش الزيت في المقلايه، ويبقى الزيت يعني نضيف وحلو كده. طبعا هنشوفه بقى لما يطلع مع بعض كده في الشكل. بس اللي وصل معايا لحد هنا بقى يحط لي لايك حلو كده، لايك جميل. واللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه ويشرفني ويفعل الجرس بكلمه الكل. انا بس وريته لكم يعني في الطاسه. هنشوفه بقى دلوقتي يا حبايبي بقى. شوفوا الشبار اتحمر اهو، بس احنا بقى بنحب نطلعه كده على ورق عشان يشرب الزيت اكتر من المناديل وبيبقى مقرمش بقى وحلو. شوفوا جماله بقى، والتتبيله بقى من جوه كده حاجه ايه لوز العنب. وبقيته بقى بتحمر اهو في المقلايه. وهنكمل بقى بقيه الكميه، وبعد بقى ما يصفى على الورق ده بنطلعه بقى على طبق فيه بقدونس بقى او جرجير على حسب اللي عندكم بقى، ونعصر بقى عليه ليمون كده وهو سخن. بنقلب بقى كده السمك مع بعض كده يعني لما يتحمر وتحسوه اتحمر عشان ما يبقاش لازق. نقلبه بقى كده ونطلعه بقى زي ما انا قلت لكم. بس لو وصلتوا بقى لحد هنا حطوا له لايك حلو كده، لايك جميل. وتعملوا بقى جنبه رز ابيض او رز بشعريه او رز حبه وحبه يليق عليه كده. وهتشوفوا بقى الشكل النهائي في الصوره المصغره. ونحط بقى جنبه بقى الرز والجرجير بقى ونخلل سلطه. عايزين تعملوا جنبه بقى رز صياديه ماشي. ونشوفكم بقى في فيديو جديد، وباي باي. دلوقتي بقى حبايبي قلت احمر لكم كده سمكتين من غير دقيق. فاللي بيحب بقى الحاجه كريسبي من بره كده وطريه من جوه برضو جميل قوي، وهو نفس السمك الصغير يعني، فما بيلزقش ولا حاجه، بس سخنوا الزيت. والافضل لي ان هو يتحمر من غير دقيق.